لو انت بتستعمل العلامه التجاريه من بدري وده اسمك وقدرت تثبت ده امام الجهات الرسميه وبالاخص المحاكم المختصه، المحكمه بتحكم لك بان انت صاحب العلامه التجاريه حتى لو حد تاني سجلها قبلك. وده نزاع دلوقتي شائك وموجود ومنتشر جدا في الاسواق المصريه والعربيه بشكل عام، ان كتير جدا من الشركات بتجيلنا بيبقى عنده علامه تجاريه شغال بيها بقاله سنه واثنين وثلاثه، ويجي يسجلها في الجهه الاداريه اللي هي مسجله باسم حد تاني منافس او حد بيبتزه او حد تاني طرف ثالث اخر ملوش علاقه بيه، بس لقى مسجل الاسم، فقام بيسجل الاسم وركنه واصلا الاسم ده مش بتاعه. فبيجي صاحب العلامه التجاريه الاصلي اللي هو كان بيستعملها من فتره كبيره، لو قدر يثبت ده قدام المحكمه المختصه بتصدر حكم قضائي يلزم الجهه الاداريه بشطب تسجيل الشخص اللي قام بتسجيل العلامه التجاريه حتى لو هو سجلها الاول، بتتشطب وبتتسجل باسم صاحبها الاصلي اللي هو صاحب الاولويه في الاستعمال، صاحب العلامه التجاريه.